افضل 3 طرق تجيب بيها رقصة الشاطئ، رقصة الانجازات قبل ما تنتهي ب5 ايام في جيم واحد فقط. النهارده جايب لك اسهل انجازات وهي مهمات القتل يا جدعان، عشان تاخد بيها رقصة الانجازات دي قبل ما تروح منك وما تعرفش تجيبها تاني. بس الاول انزل حط لايك ومتابعة واكسبلور، ويلا بينا على الشرح. اول مهمة معانا وهي مهمة لا توقفني، هتاخد من خلالها 450 نقطة. وتاني مهمة ابعد عن طريقي، هتاخد منها 170 نقطة. هخليك تعمل المهمتين دول في ظرف دقيقة واحدة فقط يا جدعان. كل عليك هتحط شخصية A24 وتخش خريطة أرض الحرف. هسيبلك كود الخريطة دي برضو في الوصف أو في أول تعليق مثبت، وهتكتبه وتخش الخريطة دي يا جدعان. الخريطة دي هتخليك تعمل مهمات القتل، ما بتاخدش معاك دقيقة يا جدعان وبتخلص بكل سهولة. كل اللي عليك اللي انت هتدوس على مهارة الشخصية بتاعت ال A24 أو A124، وهتفضل تقتل في الناس اللي قدامك دي، وهتاخد أكبر عدد من كلات. يعني هتطلع في الجيم الواحد أقل الكلات هتجيبها 80 كل، وهتقدر تعمل الإنجازات اللي أنا قلتلك عليها، وهتاخد نقط كتير عشان تقدر تجيب رقصة الشاطئ. زي ما انتوا شايفين كلها مهمات سهلة، وهتقدر تعملها بطريقة دي سهلة جدا جدا، انك تقدر عدد من الكلات تقدر تجيبها من خلال الشخصية دي او من خلال المود اللي في ارض الحرف ده يا جدعان. زي ما انتوا شايفين كده خدت من المود ده 80 كيلو يا جدعان او 62 كيلو يا جدعان. كل عليك هتفضل تخش الخطية دي كذا مرة، وهتقدر من خلالها تجمع اكبر عدد من الكلات وتعمل بيها مهمات القتل اللي انت شفتها دي، وهتاخد من خلالهم 780 نقطة او اكتر او 800 نقطة يا جدعان، مش متذكر. زي ما انت شايف كده كل عليك انت هتدوس على الشخصية وبس، هتقدر تجيب اكبر عدد من الكلات وتقدر تجيب رقصة الشاطئ قبل ما تنتهي، وبأسهل طريقة وبأسرع طريقة هتشوفها في حياتك.